في الاخر بعد القرف اللي احنا شفناه ده كله هنكسب بضربة جزاء، بس يا رب تخش اصلا. يا رب 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 يا رب. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ضاعت. زيزو بقى ضربة الجزاء. يا رب 4-0 يا رب، يا رب 4-0 يا رب، يا رب 4-0 يا رب. أعزائي المشاهدين، نزول لاعبي الناديين إلى أرض الملعب من ملعب برج العرب في تمام الساعة 8 مساء. النادي الأهلي يواجه النادي المصري البورسعيدي. يا رب انصرنا يا رب بمباراة تفتح نفسنا عن السوبر المصري، مباراة تفتح نفسنا وتدينا طمأنينة على اللعيبة في السوبر المصري يا رب. 4-0 بإذن الله، بأداء إن شاء الله جميل وحلو، وربنا هيكرمنا بإذن الله. أنا عايز أفهم إيه حكاية خروج الشناوي غلط، يعني حد يفهمها لي. يعني لما بتحصل في مباراة بنقول إن شاء الله مش هتحصل في المباراة اللي بعدها، لا ده دي المباراة التانية على التوالي هي. يعني الهدف اللي جه فينا في بتروجيت، في مباراة بتروجيت، كان بخروج خاطئ من محمد الشناوي. في اول ضربه ركنيه للمصري البورسعيدي برضو محمد الشناوي بيطلع غلط، ما بيعرفش يطلع الكوره. والله العظيم يا تريزيجيه طول ما انت بتلعب لنفسك ما هتنفع. والله يا تريزيجيه كمان مره، طول ما انت بتلعب لنفسك ما انتش نافع. وانت يا عم كوكا اظبط النشنكاح بتاع رجلك الشمال شويه، الله يبارك لك، عشان بقى يشلح فوق. 11 دقيقه لحد دلوقتي، 11 دقيقه لحد دلوقتي، وما شفتش هجمه توحد ربنا من النادي الاهلي. ما شفتش هجمه كده يتقال عليها هجمه، يتقال عليها هجمه. ما شفتش تسديده على مرمى حارس مرمى النادي المصري يتقال عليها فرصه. لو ماتش مشي بالطريقه دي اللي ماشيه بيها في خلال ال 11 12 دقيقه اللي فاتوا دول، والله العظيم 3 ما هنكسب. ولو ده ادائكم فعلا مش بتخبوا حاجه او بتداروا حاجه، والله العظيم ما هنشوف سوبر مصري. انسى انسى يا عم جراديشار، يا عم جراديشار. ضيعتنا في ماتش بتروجيت من انفراد لميت فيه الجول، وكان ممكن تحطها بشمالك في المرمى ونخلص منها ومش عارف. يا عم جراديشار، ابوس ايدك ابوس ايدك، ده انت المهاجم اللي حلتنا كل ما اقول بتاخد فرصتك من اول المباراه وهتعمل اداء حلو، بتثبت لي ان انت يعني انا كنت غلطان. يعني انفراد بتضيع بالشكل ده، الله يمسيك بالخير يا وسام، الله يمسيك بالخير يا وسام. مش عايز ادعي على اللي مشاك يا وسام اقسم بالله، لان انت اللي مشيت. انا مش عارف، انا قلت من بعد ما وسام هيمشي احنا مش هنشوف يوم عدل. يعني احنا ما صدقنا لقينا مهاجم فرطنا فيه بسهوله عشان خاطر شويه فلوس. والفاول ده وسام يحط جول، والمفروض ان زيزو راخر يحط جول. اما نشوف، يلا يا زيزو. تسديده اقسم بالله، بص ما فيهاش بربع جنيه اي حاجه. هو ده تريزيجيه يا جدعان بجد، ولا ده حد تقليد، ولا حد شبهه؟ يعني الاهلي لقى حد شبهه فقال نجيبه ونقول ان هو ده تريزيجيه، ولا انا مش فاهم والله العظيم في ايه. هجمه للنادي المصري من ناحيه اليمين، بتحصل دربكه من دفاعات النادي الاهلي من المعلم ياسين مرعي والمعلم احمد نبيل كوكا، وفي الاخر ياسين مرعي بيشوطها في كوكا وتطلع رمي التماس. مش عارفين يطلعوا الكوره، مش عارفين يطفشوا الكوره. ياسين مرعي يجي يطفش الكوره، شاطها في كوكا قامت طالعه رمي التماس. لنا الله مش عارف في ايه الاستلامه دي وايه الباكورد ده. يا نهار ابيض لو كان دخل جول، يا نهار ابيض لو كان دخل جول. وربنا بحبك اقسم بالله، بس يا نهار اسوح، يا نهار اسوح يا جراديشار. ده ايه ده؟ ايه اللي انت ضيعته ده يا جراديشار؟ ايه اللي انت ضيعته ده يا جراديشار؟ جول؟ لا مش جول، مش جول، مش جول. شالها من على الخط، الجول فاضي يا جراديشار، بتحطها في العارضه يا جراديشار، ده اسمه كلام؟ ما انت عمرك ما هتشوف انتاج من زيزو طول ما انت بتلعبه في المكان ده. انت عمرك ما هتشوف انتاج من زيزو طول ما انت بتلعبه في المكان ده. يا عم لعبه في مكانه، يا عم يا عم لعب زيزو في مكانه، لعبوا زيزو في مكانه يا جدعان. الله يخليكم، رحمونا ارحمونا، ولعبوا زيزو في مكانه، لعبوه في مكانه. مش هتشوف منه انتاج في المكان ده خالص.
على الدغري وعلى الجدون، على الدغري وعلى الجدون. بدايه الشوط الثاني تطلع طاهر وتنزل عبد القادر، وتودي عبد القادر هناك مكان تريزيجيه، وتخلي تريزيجيه يجي في نص الملعب، وتخلي زيزو يلعب في مكانه في اليمه اليمين. ماشي يا عم ياستروب بعد اذن سيادتك. ده كله يحصل ايه بين الشوطين كده بالصلاه على النبي، عشان ايه ما الدنيا ما تبصش مننا اكتر من كده. خلاص فاضل دقيقه والشوط الاول ينتهي 0-0 0-0. برضه بيلاعب زيزو في نص الملعب، يعني طلع طاهر ونزل عبد القادر، وودى طاهر عبد القادر ناحيه الشمال، وجاب تريزيجيه ناحيه اليمين، وسايب برضو قصدي سايب عبد القادر ناحيه الشمال، وجاب تريزيجيه ناحيه اليمين، وجاب تريزيجيه ناحيه الشمال، وبرضو سايب زيزو في النص. طب ليه؟ ما اعرفش والله. عبد القادر بيلعب هنا كويس، عبد القادر بيلعب ناحيه الشمال هنا كويس، وسيب زيزو هناك ناحيه اليمين. بسم الله ما شاء الله هتلاقي منه اداء مختلف. نزل تريزيجيه في نص الملعب. والله تريزيجيه برضه حلو في نص الملعب على فكره، بيعرف يأدي في نص الملعب. تسديداته من نص الملعب هتفرق اكتر، يعني هي تسديداته من نص الملعب هتفرق أكتر. يعني لو لعب في نص الملعب وجه عند قوس 18 كده، هو هيعرف يسجل اهداف تريزيجيه. ودي بقى زيزو بقى هناك ناحيه اليمين، وخلي عبد القادر هنا ناحيه الشمال هنا، والعب يا عم ودي كل لاعب في مكانه. والله اللي انا بقوله ده هو الصح، والله هو الصح. انا عايز اقول لحضرتك ان اللي بيلعبوا وينجات دلوقتي زي ما انت شايف، اللي بيلعبوا وينجات دلوقتي محمد هاني وكوكا. يعني محمد هاني بيلعب هناك وينج يمين، والله العظيم مش باك يمين، وينج يمين، وكوكا بيلعب وينج شمال، وكل اللعيبه ضمه في النص، وبرده ما فيش جوان عايزه تيجي. يعني بص حتى زيزو يعني رجله غصب عنه بتوديه هناك ازاي. الراجل عايز يقول له سيبني اروح هناك، مش عارف انا مش فاهم والله. كم الرايه بينقذنا من ضربه جزاء، التسلل بينقذنا من ضربه جزاء. الدقيقه 72 ولسه النتيجه 0-0. انا مش فاهم حاجه، انا شايف برود في قلب الملعب، شايف لعيبه ما عندهاش روح، شايف لعيبه مش عايزه تكسب، شايف لعيبه تحس ان هم، انا مش عارف هم محتاجين ايه تاني، عايزين ايه تاني. انا ما اعرفش هم عايزين ايه تاني. استقرار، وفي استقرار مادي واداري وجماهيري وكل حاجه. الجمهور في ظهرك، ما بيسيبكش لحظه في اي مباراه، بتروحها واي مباراه بتلعبها. الجمهور في ظهرك ما بيحلكش كل حاجه بتاخدها، حقك واخده تالت ومتلت، معنويا وماديا وكل حاجه. فين بقى الروح؟ ايه اللي ناقصك عشان تلعب؟ ايه اللي ناقصك عشان تخلي عندك دم وتلعب؟ انا ما اعرفش بجد، مش قادر افهم بجد. الرايه والتسلل بيرحمونا وبينقذونا من ضرب الجزاء. والله العظيم قلبي حاسس ان احنا هنلبس جول دلوقتي. الضربه الثابته دي انا مش متفائل بيها. الضربه الثابته اللي هتتلعب دلوقتي ديت في الدقيقه 75 انا مش متفائل بيها والله. نزل محمد عبد الله مكان جراديشار. ربنا يا ابني يجعل في رجليك البركه وتجيب لنا انت الجون وتخلصنا. يعني الواحد قاعد، تخيلوا بقى انت كاهلاوي قاعد مستني الاهلي يكسب 1-0 والمصحف اللعيبه دي عايزه سيد عبد الحفيظ هينزل يكشم لهم بعد المباراه ان شاء الله. هو قاعد في قلب الاستاد، مش هيرحم والله، ده ما هيرحم. الدقيقه 80 يا جدعان سيراميكا مغلوب من بتروجيت 1-0 يا جدعان. نكسب ونتصدر بقى، بوس ايديكوا، خلينا نروح السوبر نفسنا مفتوحه يا جماعه، بوس ايديكوا. ايه ده؟ ايه القرف الكروي اللي انا بتفرج عليه ده يا جدعان؟ رايح فين تاني يا محمد عبد الله؟ يا محمد عبد الله انت عملت انطلاقه ولا اروع يا محمد عبد الله. ما تدي يا عم عبد الله، ما تدي جنبك يمين ولا شمال ولا اي حاجه يا جدع. فضلت طمعان فيها لحد ما طولت منك وضاعت يا عم محمد عبد الله. ده انا قلت انت اللي هتخلصها، اهو بن شرقي على يمينك وزيزو على شمالك. مش عارف اقول لك ايه تاني. ايه يا محمد عبد الله اللي انت عملته ده يا محمد عبد الله؟ حارس المرمى بيموت، ضرب بالطلقه، اتضرب بالنار.
ماسك لي كتفه ورمى نفسه على الارض وخلاص بقى الواد بيموت. لا انا بص، بلا مايك بقى، بلا ستاند، بلا بتاع، انا هشيل لكم الموبايل ده من على الستاند اصلا عشان انتوا عايزين تتهزقوا. 7 دقايق وقت محتسب بدل ضايع. 7 دقايق وقت محتسب بدل ضايع، عدى منهم دقيقة ونص. عدى منهم دقيقة ونص. انا شلت لكم المايك اهوت وشلت لكم الستاند، وبصوا الله الوكيل لو ما في جون جه دلوقتي لا تتهزقوا. ضربة جزاء. يا رب يا رب. ضربة جزاء لزيزو. ضربة جزاء لزيزو في الدقيقة 92. لنا الله في الآخر بعد القرف اللي احنا شفناه ده كله هنكسب بضربة جزاء، بس يا رب تخش اصلا. يا رب 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 يا رب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ضاعت. زيزو ضيع ضربة الجزاء. زيزو ضيع ضربة الجزاء. زيزو اللي ما بيضيعش ضربات جزاء ضيع ضربة الجزاء. ومحدش يقول لي عشان هي مش ضربة جزاء، لا هي ضربة جزاء. هي ضربة جزاء. هي مش عايزة، مش راضية، مش موجودة، مش حبانة، مش عايزانا. ما تفهمش فيه ايه، اقسم بالله ما تفهم فيه ايه. فاش خلاص. هيدي ركنية تانية ولا هيصفر؟ ضربة مرمى. خلاص خلصت، انتهى الماتش 0-0. التعادل الثاني على التوالي اهو. التعادل الثاني على التوالي للنادي الاهلي. بننزف نقط، مش بننقط، ده الجلده اتقطعت. التعادل الثاني على التوالي. خلاص الحكم صفر. عايز اقول حاجه اخيره، حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل.